كركوك، بغداد، حلة، كربلاء، نجف. ذي محافظات أنا جيتها من جيت العراق، وظليت 3 أشهر ونص صراحة. ومريت يعني فتت من أيام صلاح الدين، هذا الطريق مالتي من أربيل لبغداد. المحافظات كيف شفت هنا يعني والله متطورة. العراق متطور، ما تقارن العراق ب2010 وهسه توهم. إنسان مو منصف. زين. أضلعي شي ترجعني على شنو؟ على شنو ترجعني؟ عالضيم؟ أسير قفير شو تمدح بالعراق؟ هي أنا العراق مدحة أحبه، بس يعني العراق تحتاج لإمكانية هائلة، خصوصا إذا أنت كنت جاي من أوروبا وتجي تسوي ليفل هناك وتسوي حياة. يعني أنا ما أجي هسه زوجي يجي هسه يرجع يجي، ترجع العراق عندك إمكانية هائلة. أنا تعودت على الحياة الرفاهية الموجودة هنا بأوروبا، أنا بالنسبة لي بريطانيا أحسها بلد عالم ثاني. يعني تعايش في فنلندا، أنا الليفل مال فنلندا الليفل يعني ذاك الليفل مال فنلندا أسعد بلد بالعالم حبيبي. فنلندا يعطوك فلوس وأكل بقيك بس اقعد ارتاح، كل شيء تسوي ارتاح وتتزوج وعيش. عندهم فلوس هواي، ياخذ فلوس ويقعد ويسكت. زين. فنلندا أرقى بلد بالعالم شفته، وما يجي بلد مثلها بعد. ولذلك أنا ظليت بيها 10 سنوات. 10 سنوات ترى مو هينة إنسان يظل ببلد 10 سنوات، رغم البرد الموجود في فنلندا والكآبة. صح أنا كنت أشلع على فنلندا وأقول كآبة، بس أدري بيها بداخلي بمكنوني الداخلي أعرف إنه فنلندا بلد قوي. بس أنا كنت غاضب ما الجو مالتهم كآبة. تروح هناك فنلندا راح تواجه الكآبة، كآبة، برد، ناس ماكو، شعب يعني ما تحكي لازم بغير لغة. إنجليزي ما يستقبلون، تتعلم لغة فنلندية واش تحكي بس إنجليزي هناك فنلنديتهم مو قوية. هذين صعوبات راح تواجهن. باقي أمور الحياة كيها سهلة، وخصوصا إذا أنت كنت متزوج. أنا أتذكر أبو حيدر الله يذكره بالخير ب 2016 رجال كبير، هو عمره تقريبا 48 كان 50، عشت بعدني صغير. قال لي عمو خلي تعرف شنو، قال لي أنا سولف وياك أنت شاب بس سوالفك مال كبار. العنيف سوالفه من زمان مال كبار، شخصيته قوية وكذا. قلت تعرف شنو؟ قلت له إيه. قال لي أنا متزوج من عمري 23 سنة. قال لي صار لي متزوج تقريبا 28 سنة. يقول لي هاي السنة الآن في فنلندا هاي السنة الوحيدة اللي حسيت نفسي إنه أنا متزوج. قلت له ليش أبو حيدر شنو الموضوع؟ قال لي أنا كنت بالعراق ما ألحق حتى مرتين هيجها أو أمارس وياها الجنس. هو قال لي أمارس وياها الجنس بس أنا أحكي هذا. قال حتى مرتين هيجها ما ألحق. قلت له شنو الليفل؟ قال أنا ما أشتلحق، محل للبيت، محل للبيت، أجي راجع صاير طحين قبل أنام. أقعد ثاني يوم أخذ السيارة مالتي الكية حمل، أروح أنا وابني نروح سوق مال دهان اسمه، أشتري بيه جملة وأرجع ننزلهن الغراض أنا وابني، نصفط الغراض ونشوف شنو محل ناقص. كان عنده محل يعني شو ماركت
بيع حليب وطماطة وبصل وأكل ماركت سوبر ماركت كل شي بيه. يقول ما لحق محل أروح له ب10 الصبح أرجع ب10 بالليل صاير طحين. مرتي ما لحق نيجي كل شي ما أشوف من أهلي، وابني عنده مدرسة مرات وياي مرات بالمدرسة وأنا قاعد بالمحل وما أمن أخلي صاير أخاف يبقونه وقاعد. يقول أنا بعت محلي وبعت كذا وجيب زوجتي وهذا وجيت فنلندا. يقول هاي السنة أنا في فنلندا حسيت نفسي متزوج. يقول ما أفكر أروح للشغل الصبح ولا كذا ولا. يقول قاعد يم مرتي ومرتاح متونس، حسيت بطعم الزواج الحقيقي. إذا جيت متزوج أنت وجبت مرتك وأطفالك في فنلندا راح تعيش حياة استباقا إلى حياة الجنة. هسه بالجنة هو مو نفس الجنة بس يعني ليفل ما راح تعيشه بغاية دولة. اهتمام بالعوائل قوي، المرأة هناك مهمة بالنسبة لك تكون معاك لأنه غربة وثلج وكذا، يعني تستفاد من المرأة هناك تحكي وياها لأن دولة غريبة من ناحية النية يعني دفو وكذا وحضن دافي وسوالف، ما تشتغلون اثنينكم مرتاحين، رواتب. يعني هو إذا تجي أنت ومرتك مباشرة ما يخلوك بالكامب. إحنا كنا الناس إحنا كنا العزابية أول ما دخلنا في فنلندا خلونا بغرفة بيها 8 نفرات. حلو، غرفة بيها 8 نفرات، غرفة قد هاي بيها 8، 2 نايمين هنا واحد فوق الثاني، شرباية فوق شرباية، 2 هناك شرباية فوق شرباية، و2 هنا و2 هنا. هي صايرة واحنا وغراضنا وهدومنا وتواليت واحد. يا خالي بالليل هذا يضرب جير بالحمام، هذا يبكي، هذا ما اعرف شنو، هذا يقعدك ب5 الصبح يتريق بنص الغرفة، هذا اللي ينام ب6 الفجر، هذا يقعد للعصر ما ينام الظهر، وصايرت لك مضرة حركات. وهذا القاطع مالتنا كله هيك عزابية، دق عركات وجيجاير وتدخين والبصل والطماطم مطشرة جوة شرابي والمرطة. وهاي تعال الاختلافات الصايرة زين. يعني يكرم طارق الله مكان تريد تضرب بيجي لك ما تلقى بالسرعة زين. حتى ما تعرف قلت اخك حركات اضرب جير بالحمام، قلت له هاي بالشجر روح، قال له مخيم متوازي هاي حبيته وكذا، قلت له روح بالشجر زين، بالشجر بالشارع مو فنلندا شجر حلوه ايش بشجر، قال بارده دينا شو. قلت له اذا في غسل عن التواليت ترستك هي شبه قام غسلتك قلت له هذا ما يصير هيك كافي. وهذا يخر وهذا يضرب ضايع فطاير يضرب جيلي غاي دقاهات، هذا يبكي على صاحبته، هذا يقلي الطماطم بنص الغرفة عيار بخواتم زين. بس هي كانت هي حياة صعبة ما تحملها بس النشر زلمة مشوربة بشوا ورجعوا والله. ظلوا يقدمون عودة يقدمون عودة يقدمون عودة، أنا ظلت ترجع ما يتحمل. مو جوون هون عبانا مو أوروبا وهذا مو إحنا عم طبقنا لهم طبة قوية ب2015. العالم كلها طلعت لأوروبا تخبلوا ما شايفين هاي الأعداد الهائلة، ألوف مؤلفة طبوا عليهم. ألمانيا واحدة طبوا لها 1.5 مليون سوري، أول شفتة الثانية 2 مليون بس سوريين. يعني ولقاهم يخلونا بالمستشفيات، قام المكان اللي حطونا بيه مكان ما مخابيل، شالوا المخابيل ودوهم مكان ثاني وحطونا بيه، بالكنائس معسكرات مال الجيش. يخت هيك سفينة متروكة سووها كامب وخلوا العالم بها، السفينة راسية على البحر وخلوا ناس على الشط، سفينة متروكة وخلوا ناس بها نوموهم. يعني معسكرات مال الجيش كذا طبناهم طبة قوية. فدول كانوا جو البداية ما يفتهمون الليفل، جو ناس طاقين طلعوا، كانوا ناس مرتاحين بالعراق. أحمد الملكي لسه أتذكره عنده مولدات 2 بالعراق وعنده سيارة سوناتا مضلعة يراون الصور. تليفونه بذيك الفترة أنا تليفوني بذيك الفترة كان دوز ربه محترق بقوي يمشي يتحرك ب2015. هو عنده موبايل آيفون 6 هذا الكبير بلاس
ايفون 6 بلس. شلون واحد هسه مشتري 2000 ايفون 17 6 بلس عنده كان هالكبر اتذكره، وايفون يخبل يقلب بيه، راني صور سيارته متزوج 2 وعنده مولدات ومحل. هذا قبل رجع ظل 3 اشهر شهر ونص ورجع. بحيث قدم عودة قال له ولا انتظر احنا راح نحجز لك ونسوي لك الجواز، وهذا ما قبل. حجز للعاصمة، راح للسفارة العراقية، طلع جواز مال مرور وحجز على حسابه ورجع العراق. واكو ناس طلعوا لاوروبا مرتاحين، انصدموا بالواقع مال اوروبا، عبونا من هنا كله ليفل فول وهاي. فشبابنا الطيبة تونسنا وياكم بهذا البث الجميل. انا شوي ارتاح، شوي تعبت، تكلمت هواية زين. والعتمت على صعد احكي ساعدني، تعبت يا ذي البشر ما يتعب. تعال صعد احكي ارعد سولف، وهذا تحبت من ساعة بدز على 11 ثانية 3 ساعات. هذا العيب. تعال اطلب جيست، احكي ارعد سوي لك شي، لا تقطع افتح بث يوميا. والله شباب انا شوية تعبان اتعب يعني صراحة. سوالف واحد من يظل يسولف وحده يتعب يعني، مو مثل البث صعد لك بيه 8 نفرات يحشون يساعدوك، لو صعد قيس ويا 4 يصير شوية الحكي ينتقل. انا سلت البث كله عليه فتعب هيج. واكبر خطاب مال هتلر طول ساعة، انا من ساعة بدش على 11 جاي احكي، صار الساعة ب 12 يمي 12 وربع، 3 ساعات وربع فاتح بث. تعبت. اني راح اروح شوي ارتاح، ان شاء الله افتح لكم بث ماشي. يلا سيو راح نسبح كذا، رتب امورنا. يلا سيو.